بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس من التعليق على الأصول الثلاثة لفضيلة الشيخ أبي عبد الأعلى حفظه الله. كان هذا في ليلة 14 من شهر الله المحرم لعام 48 بعد 400 من الهجرة. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد. باتفاق الرسل والأنبياء أن الدعاء أعظم عبادة يتعبد به إلى الله، بل إن الرسل والأنبياء جميعا لما أرسلوا إلى أقوامهم أمروهم بهذا، أن يتوجهوا بالدعاء لله وحده لا شريك له. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ الصريح الواضح في حديث النعمان بن بشير، قال: الدعاء هو العبادة. وقرأ قوله تعالى فقال: واقرأوا إن شئتم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، لم يقل عن دعائي، فجعل العبادة مكان الدعاء، لأن العبادة هي الدعاء. ففي أول الآية ذكر لفظ الدعاء، وقال ربكم ادعوني، ما قال اعبدوني، قال ادعوني أستجب لكم. ثم ثنى في الشق الثاني من الآية: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فجعل العبادة مكان الدعاء. ولهذا استشهد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية على هذا، فلذا قال: اقرأوا إن شئتم وذكر قوله تعالى هذه الآية، وقال: الدعاء هو العبادة. هذا الحديث حديث النعمان بن بشير أخرجه أصحاب السنن، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ولكن النسائي أخرجه في الكبرى لم يخرجه في المجتبى. فالنسائي كما هو معلوم له كتابان: المجتبى من السنن، وما عرف بالكبرى والذي هو أكبر من المجتبى. المجتبى على قول بعض العلماء أنه انتقاه من إيش؟ من الكبرى، أو أن تلميذه هو الذي انتقاه من إيش؟ من الكبرى. راوي السنن. وابن الأحمر. نعم. الشاهد أن الحديث إذا قلنا على مصطلح من قال أخرجه أصحاب السنن، فإنه ينبه على أن أصحاب السنن إذا أطلقت فإنما يقصد بها أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي، ولكن النسائي يقصد أنه أخرجه في المجتبى. أما إذا أخرجه في الكبرى فإنه ينبه على ذلك، يقول أخرجه أصحاب السنن ومنهم النسائي في الكبرى ليس في المجتبى، حتى يفرق. نعم. أحيانا قد يوجد الحديث في الكبرى ولا يوجد في المجتبى. نعم. طيب، أما لفظ الدعاء مخ العبادة، والذي يعني اشتهر عند بعض الخطباء، فبلا شك ولا يصح من جهة السند. أن أخرجه الترمذي، لا معذرة، أخرجه الطبراني في الدعاء وفي الأوسط، ولعل الترمذي أخرجه كذلك. نعم، أخرجه الترمذي كذلك. الترمذي أخرجه كذلك من بقية، أو يعني من دون أصحاب السنن، أخرجه الترمذي فقط. هو في إسناده ابن لهيعة المصري، عبد الله بن لهيعة. وكما قال الترمذي: غريب من هذا الوجه تفرد به ابن لهيعة. وابن لهيعة على ما يترجح يعني قد ساء حفظه
ولذلك لم يعتبر العلماء تفرده. فإذا تفرد برواية على خلاف رواية العبادلة عنه، عبد الله بن المقري وعبد الله بن قتيبة إلى آخره، يعني الألباني ومن كان سبقه اعتمدوا رواية العبادلة عنه، ولكن هناك من قال إن رواية العبادلة كذلك عن ابن لهيعة إنما تكون في المتابعات فقط، لكن لا يحتج بها على الانفراد أو الإفراد. الشاهد أن الحديث لا يصح من جهة السند وكذلك من جهة المعنى، لأن اللفظ الأكثر بلاغة هو الدعاء، هو العبادة، ليس أن يقال مخ، أن يقال مخ العبادة. هذا اللفظ حتى من جهة البلاغية يعني يعد ركيكا، يعني ليس من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إن قلنا أنه يصح سندا فإنه يكون بالمعنى، الراوي رواه بالمعنى، لكن المعنى الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله يقينا أنه قال الدعاء هو العبادة، هو العبادة. طيب، اذكر الآية، اقرأ الآية مرة أخرى. وقال ربكم لا الآية التي قبلها. والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به إنما حسابه عند ربه. لا برهان له به لأنه لا برهان لمشرك، لا برهان لمشرك على ما أشرك به من الآلهة. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الله عز وجل يتحداهم يوم القيامة، يتحدى المشركين. قل هاتوا برهانكم أي على ما عبدتموه من هذه الآلهة. أين البرهان أن هذا يعد إلها؟ لا برهان له، لا برهان لهم. فالله عز وجل يذكر هذا على سبيل الجزم والقطع، أنه لا برهان لمشرك على المعبودات التي عبدها من دون الله. نعم، هذا باختصار. قال رحمه الله ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. طيب، أي أن الخوف عبادة، لكن الخوف على أنواع. هناك خوف السر، وهذا هو المقصود هنا. ما هو خوف السر؟ وأن يخاف من مخلوق أو من معبود اتخذه إلها أن يصيبه بضر أو بشر بغير سبب. هذا خوف السر، وهذا الذي يقع فيه الذين يعبدون الأموات. تجد أحدهم يرتجف وجلا أو خوفا أن يصيبه البدوي بضر أو بشيء، هكذا. فلذلك لما قيل لأحدهم، يعني طلب منه أن يقسم بالله على أمر ما، فأقسم بالله كاذبا، فقيل له طب اقسم ويحلف برأس الحسين أو برأس البدوي. خاف أن يحلف برأس البدوي، يعني يخاف من الحسين أو من البدو أن يصيباه بضر أو بشر، ولم يخف من رب الحسين ورب البدوي. هذا أكبر دليل على الشرك، أنه جعل هذا المعبود الميت أو هذا الميت الذي عبده جعله في مقام أعلى وأسمى، يخافه أكثر من خوفه من رب العالمين. فلذلك يعني تنطبق على هؤلاء هذه الآية. نعم، تفضل. أما الخوف الآخر هو الخوف الجبلي الطبيعي.
ودخل المدينة خائفا يترقب في حق موسى عليه السلام، خاف لما قتل هذا المصري لما كان يتعارك مع الإسرائيلي فوكزه موسى فقضى عليه، فخرج خائفا من المدينة أي من مصر يترقب، يخاف أن يتعقبوا أو أن يعني يقبضوا عليه. هذا خوف طبيعي. تخاف من حيوان مفترس. إذا وجدت أسدا أمامك تخاف، أمر طبيعي، أمر جبلي. تخاف من حيوان يقدم عليك يفترسك. هل يقال إن هذا خوف شركي؟ لا، هذا خوف طبيعي جبلي. نعم. قال رحمه الله: ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الرجاء هنا عمل قلبي كذلك، كما أن الخوف عمل قلبي. دي كلها عبادات قلبية، يعني تتعلق بالقلب، وقد يظهر أثره على الجوارح، لكن أصل العبادة في القلب. فالقلب هو الذي يرجو والذي يخاف. فالذي يرجو لقاء الله بقلبه يظهر أثر ذلك على الجوارح بأنه يقبل على الطاعة، يخاف من المعصية أو يهرب من المعصية. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يعني لذلك المؤمن في هذه الدنيا ما بين الخوف والرجاء. يخاف الله، يخاف لقاء الله، يخاف عذاب الله، ويرجو رحمة الله. فالرجاء عبادة كما أن الخوف عبادة. ولا يغلب أحدهما على الآخر إلا عند الموت يغلب الرجاء على الخوف حتى يموت ويحسن الظن بالله، كما في حديث جابر عند مسلم: لا يموتن أحدكم إلا ويحسن الظن بالله. وهذا لن يكون إلا بتغليب الرجاء على الخوف. وفي حال الصحة أحيانا يغلب الخوف على الرجاء، خاصة إذا خاف أن يقع في معصية، فهنا يسعى إلى تغليب الخوف حتى يرتدع وحتى يرضع نفسه. هكذا المؤمن يكون بين الخوف والرجاء، أحيانا يغلب هذا على هذا، يغلب هذا على هذا، لكن الأصل أنه يغلب الرجاء على الخوف عند الموت، عند قرب إذا خاف الموت، إذا أصابه المرض الشديد يغلب الرجاء، لأنه إن لم يغلب الرجاء قد يقنط. إذا غلب الخوف قد يقع في اليأس من رحمة الله، فلا يموت ويحسن الظن بالله. وأنا عند ظن عبدي بي، كما في الحديث القدسي. نعم. فهذه عبادة وهذه عبادة. نعم. تفضل. قال: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم. التوكل عمل قلبي كذلك، عبادة قلبية. لذلك يكره أن يقول العبد توكلت على الله وعليك، لأن التوكل هذا عمل قلبي، عبادة قلبية. فإذا قلت توكلت على الله وعليك فقد سويت بين رب العالمين وبين هذا العبد في جهة العبادة القلبية، لأن هذا يعد أمرا قلبيا لا يتعلق بالمخلوق، لما يتعلق بالرب فقط. هو اعتماد القلب على من توكل عليه، وهذا لا يكون إلا لله. لذلك هذا يدخل في النهي أن يقول العبد ما شاء الله وشئت يا فلان، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، قال لا يقول أحدكم ما شاء الله وشئت يا محمد. وفي رواية قال أجعلتني لله ندا، بل قل ما شاء الله وحده. وكذلك أتوكل على الله وحده. المشيئة هنا
لله وحده، وكذلك التوكل عبادة لله وحده. فهذا لا يتنافى مع الأخذ بالأسباب. يعني كونك تتوكل على الله أي تعتمد بقلبك على رب العالمين لا يعني أن تترك الأسباب. فإن ترك الأسباب ينافي التوكل، يعد تواكلا، والاعتماد على الأسباب يعد شركا، من الشرك الأصغر. أن تعتقد أن الأسباب تفعل بنفسها. يعني يكون اعتمادك على السبب لذاته، ليس لأن الله عز وجل هو الذي يسر هذا أو سخر هذا أو أعانك على هذا. فهذا هو الفرق. المؤمن يأخذ بالأسباب ويعلم أنها مسخرة ميسرة مسبلة من رب العالمين، لا تفعل بذاتها. لكن ترك الأسباب يعد سفها كذلك تحت دعوى التوكل. لذلك في الحديث المشهور اعقلها وتوكل. طبعا اعقلها العوام يأخذونها أي يعني يعقلها يعني بالعقل، هو ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم يعقلها يعني بعقلك، لا، العقل هنا من العقل أي الربط. كان يتكلم عن الدابة، اعقلها يعني اربطها، اعقلها يعني اربط الدابة بالعقل. العقل هنا أي ربط الدابة. فأنت تربط دابتك، تغلق سيارتك وتتوكل أن اللص لن يسرقها. لكن تترك السيارة مفتوحة أو تترك الدابة بغير رباط ثم تقول سرقها اللص، طب ما أنت الذي لم تأخذ بالأسباب، والله عز وجل لم يأمرك بهذا، إنما أمرك بالأخذ بالأسباب مع التوكل. انظروا هذا الحديث يجمع بين العملين أو بين العقيدة والعمل. اعقلها وتوكل، أي عليك بربط الدابة، أخذت بالسبب ربطتها. وفي زماننا المعاصر أن تغلق السيارة ثم تتوكل، أنك تعتمد بقلبك أن الله يحفظ هذه الدابة، يحفظ هذه السيارة، يحفظ هذا المسكن. أنت ما تترك باب المسكن مفتوحا وتسافر مثلا وتقول سرقه اللص، طب ما أنت لم تأخذ بأسباب الحفظ. هذا سفه، وهذا ليس من العقل. طبعا ليس من العقل، هل يقصده العوام، لكن العقل الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث أي الربط. اربط دابتك، عقلها، أي بالإيه؟ بالرباط. طيب، وحديث عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيرة تغدو خماصا وتروح بطانا. هذا حديث عظيم، هذا في التوكل مع الأخذ بالسبب. هذا الحديث يعد قاعدة في هذا الباب. إذا كان هذا في حق الطير فكيف في حق الإنسان؟ ما معنى الحديث؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر في أول الحديث فضل التوكل، لو توكلتم على الله حق توكله، لكنه بين كيف يكون هذا التوكل. التوكل المقصود هو اعتماد القلب على الله، هذا الشق الأول. لكن الطير التي تعتبر مسخرة هي ترزق، تؤتى بالرزق، لكن هل أتيت بالرزق وهي جالسة في أوكارها في عشها؟ لا. قال عليه الصلاة والسلام: تغدو، يعني تخرج، تطير حال الغدو في الصباح، تطير من أوكارها من أعشاشها كي تبحث عن الرزق، أخذت بالأسباب. فتغدو خماصا فارغة البطون، ما عندها طعام، وتروح أي ترجع في وقت الرواح الذي هو في آخر اليوم بطانا ممتلئة البطون.
لكنها خرجت تطير، ما جلست مكانها، وقالت الرزق يأتيني عندي من عند ربي. فكذلك العبد يخرج الرجل في الصباح الذي له عيال وله زوج يطلب الرزق، تجد بعض العمال خرج وقد يجلس في مكان معين ينتظر من يأتي إليه، لأنه هذا المكان يطلب فيه العمال، خرج. لكن لو جلس في بيته هل يأتيه الرزق؟ لا يأتيه إلا أن يشاء الله طبعا، يرزق من يشاء، لكن نتكلم عليه على الأسباب. كذلك طالب العلم يخرج لطلب العلم، يجتهد، يسهر، يتعب، يعني يجالس العلماء ما بين الركب، يتعب، يشقى، يقرأ ويسهر الليالي ويكتب بيده ويكتب حتى يتعب، هذا كله أسباب. يحفظ، يظل يحفظ، لكن تريد العلا أو تريد من طلب العلا سهر الليالي، من طلب العلا سهر الليالي، أي في طلب العلم. فهذه كلها يعني من الأمور التي يعني ينبغي أن تكون من القواعد المسلمة عند كل طالب علم. طيب كم بقي على شيء؟ ربع ساعة. طب نكتفي بهذا حتى ندخل في تفصيل وكيل الإيمان. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.